نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ كده الفيديو. نخش كده في الفيديو على طول. طبعا كلنا مش بنستغنى عن سلطة الزبادي وسلطة الطحينة جنب المشويات. هنعمل كده سلطة طحينة كده، وهنعمل برضو سلطة الزبادي بالخيار. هنعملهم كده بطريقة جميلة وبطريقة سهلة بسيطة خالص. الصراحة كانت جميلة ما شاء الله. بكل سهولة كده هتعملي أجمل وأحلى سلطات. طبعا دلوقتي بدأت اللي أنا جبت كده معلقة كبيرة لأول حاجة كده من الزبادي، وبدأت اللي انا اضربها كويس عشان خاطر لما اجي احطها كده على الطحينة ما تبقاش مخرزة معايا ولا اي حاجة. هيكون معايا كده برضو قد 3 معالق او اكتر من الطحينة، على حسب الكمية اللي انت عايزاها. طبعا الطحينة ما شاء الله بترمي كتير وبتتقل، فعشان كده انا حطيت كده شوية صغيرين. وهبدأ دلوقتي ان انا كده زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اضرب كده الزبادي كويس، وهنزل بيها كده على الطحينة. هيكون معايا كده معلقة كبيرة من الخل، هيكون معايا كده نص ليمونة، وفص صغير خالص من التوم، وهيكون معايا رشة صغيرة من الشطة الحمراء، وهيكون معايا كده رشة برضو صغيرة من الكمون، وشوية صغيرين من الملح، ورشة صغيرة خالص برضو لو حابة تحطي فلفل أسمر، مش حابة خلاص. التوم على حسب بقى ما انت بتحبي. انا حطيت فص صغير خالص من التوم، ممكن تكتري ممكن تقللي، بس بصراحة هي كانت كده مظبوطة. وممكن تحطي توم بودرة. حطيت كده معلقة من الخل، حط كده معلقتين من الزيت. طبعا انا كده مليت المعلقه كده من الزيت، ونزل كده قد معلقه كمان. هبدا ان انا اقلب فيها كده. طبعا بعد ما بقلبها كده، طبعا عارفين الطحينه بتتقل، فهبدا ان انا جبت كده شويه كده من الميه، وهشتغل كده معاها واحده واحده كده، عشان خاطر ما تلاقيش الطحينه بقت خفيفه معاكي جامد. برضو هي اول ما يعني انا اوريكي دلوقتي القوام بتاعها اللي انا عايزاه، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. بدات اللي انا اقلب فيها زي ما انت شايفه اتقلت خالص معايا اهي. هبدأ كده اديها شوية بشوية كده مية عادية من الفلتر كده. حابة تدفي المية شوية، يعني تحط مية دافية براحتك، بس هي كده يعني كانت كانت جميلة برضو. بدأت اللي انا اقلبها كده. طبعا اهم حاجة ان انت تقلبي فيها واحدة واحدة، ولو حسيت ان هي عايزة ملح ولا حاجة ممكن انت تحط لها كده شوية ملح، بس بصراحة طلعت معايا مظبوطة. يعني هي اخدت معايا اللي انا عملته ده، اخد معايا كده قد نص معلقة صغيرة خالص من الملح. طبعا اللي بالنسبة للكمون الشطة الحمراء، الحاجات دي كلها حطيت يا دوبك رشة خفيفة خالص. الصراحة كان طعمها جميل ما شاء الله. طبعا هي كده القوام بتاعها ما شاء الله حلو كده، ولا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. هبدأ دلوقتي ان انا هبدأ بقى تحطها كده في طبق التقديم. طبعا مش بنستغنى ابدا عن سلطة الطحينة كده جنب اي حاجة مشوية بقى. بتبقى جميلة جدا معاها. خلاص كده انا هبدأ ان انا اظبط كده الطبق بتاعي بقى. يعني تزيين بسيط خالص كده. هجيب كده واحدة ورقة كده من البقدونس، وهجيب برضو رشة خفيفة خالص من البابريكا. ممكن رشة شطة ناشفة، ممكن رشة كمون، اي حاجة يعني هتديكي برضو شكل جميل كده. خلاص كده معانا سلطة الطحينة كده جاهزة. هبدأ دلوقتي اوريكم بقى سلطة الزبادي بالخيار. طبعا انا جبت كده علبة كده من الزبادي. اول حاجة بدأت اللي انا علبة كده من اللي هي الزبادي البلدي، وبعدين الزبادي كمان انا بعملها كده عندي، ببقى عاملاها زبادي بيتي كده. الصراحة كانت جميلة برضو. بدأت اللي انا حطيتها كده في المصفى، وسبتها كده تصفي كده اللي هو بيبقى الشرش اللي فيها ده، عشان خاطر ما تبقاش تحس ان السلطة كده آه، بتفصل كده من بعضها من كتر ما هي فيها مية. انا عايزاها تكون كريمي كده، وتبقى تقيلة وحلوة كده. طبعا هي كده بتصفي. انا سبتها كده قد نص ساعة او اكتر شوية، ان هي تصفي كده الاول. وبدأت جبت الخيار، جبت كده المبشرة، جبت خيارتين، وجبت كده المبشرة اللي هي من الناحية الناعمة. حابة تبشريه من الناحية التانية اللي ديت بتاعت البصل، بس انا بصراحة حبيت اللي انا اعملهم من اللي هي الناحية الناعمة. ويا دوبك انتي بس مش بتفضلي بالخيارة رايحة جاية على المبشرة، عشان
ما تصرش معاكي ميه كتير ولا حاجه. يا دوبك انا وهي الخيار كده زي ما انتم شايفين انا ببشره ازاي وهي نازله بس. فطبعا ايه، هبشر كده على قد ما انا عايزه، يعني هاخد كده قد خياره كده ونص. الخيار يعني احلى حاجه ان انت مثلا تجيبي الخيار تكون صغير، وفي نفس الوقت تكون الخياره ايه، طازه كده، عشان تبقى معاكي كده ايه، بتديكي طعم حلو وناشفه كده ما فيهاش لا بلاش الخيار اللي هو بيبقى فيه يعني من القلب بتاعه كده تحس اللي هو فيه ميه كتير وكده. وبرضه انا هصفيه عشان لو بقى فيه شويه كده من الميه اللي هو ميه الخيار، هو مش هينزل ميه كتير ولا حاجه. طبعا خلاص كده انا ايه، خلصت كده الخيار، وهبدأ ان انا اظبطه كده ان انا اصفيه كده المية بتاعته. ممكن تحطيه في المصفى وممكن تصفيه زي ما انا صفيته كده، يعني توقفي كده الطبق كده، ممكن تسيبيه كده قد ايه 5 دقايق ولا حاجة، هيبدأ ان هو يصفي كده لو في اي مية زيادة ولا حاجة هتخلص منها كده. وطبعا هيكون معايا للتوابل، هيكون معايا نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، وبرضو فص صغير خالص من الثوم الصحيح. ممكن تكتفي بالثوم البودرة ما تحطيش ثوم صحيح. وهتكون معايا برضو رشة من الكمون، وهتكون معايا رشة صغيرة خالص من الفلفل الأسمر، وهتكون معايا شوية كده من شوية صغيرين برضو من الملح. متكتريش الملح عشان سلطة الزبادي بالخيار مش بتحب الملح يكون كتير فيها، ظبطي ملحها. وهيكون معايا شوية نعناع من اللي هو النعناع الناشف ده. طبعا انا اخدت من النعناع الناشف اخدت الورق بس، ما تحطيش العيدان بتاعته زي ما انت شايفه كده. طبعا انا ايه بفركه كده عشان يبقى ناعم معايا كده. طبعا الاول انا ببقى النعناع من الشفاه غسلاه الاول قبل ما احتفظ بيه يعني، فعشان كده ايه النعناع نضيف. بدأت اللي انا كده ايه حطيت التوابل اللي معايا. حابه تحطي اي اضافه تانية اي حاجه تانية دي حاجه ترجعلك. واحط كده معلقتين من المايونيز، بصراحه كان مديله طعم وكان ما شاء الله جميل جدا. طبعا انا ايه مش بحط بقى حاجه تانية، بس بجد كانوا شويه سلطه زبادي بقى ما شاء الله كانت جميله جدا. لو جربتيها فعلا مش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي فعلا جميله وسهله. زي ما انت شايفه كده. طبعا انا ايه زي ما قلت لك انا صفيت منها الميه عشان تبقى كريمي كده معايا. خلاص هي كده جاهزه معايا على التقديم. في الاخر خالص هحط كده معلقه من الزيت كده على وشها. ممكن ان انت تحطي بقى، في بيحب يحط معاها زيت زيتون، بس بصراحه انا هحط لها كده من اللي هو زيت الذره معلقه كده على وش الطبق كده وخلاص. طبعا زينت كده بورده كده من النعناع، وبدرت قطعتين كده من الخيار ومعلقه الزيت اهي اللي قلت لكم عليها. خلاص كده معايا السلطه كده جاهزه. اللي يعجبه بقى الفيديو حط لي كده اللايك الجميل بتاعه كده، وشرفني بالاشتراك الجميل بتاعه عشان خاطر اللايك يرفع لي كده الفيديو. انا بشكر كل متابعيني الغاليين والله على متابعتهم الغاليه وعلى لايكاتهم الحلوه.